ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ معاكم ايتن عبدو، صاحبة قناة فرش عرايس للسويسة. النهاردة هنتفرج مع بعض على المطبخ بتاعي بعد ما خلصت كل الحاجات اللي في المطبخ. عيوب بقى ومميزات اللي انا استفتها في المطبخ. انا عارفة اني اتأخرت عليكم في الفيديو ده جدا، بس انا كنت مستنية لحد ما اتعامل مع كل حاجة في المطبخ واعرف اقيم لكم عيوب ومميزات كل حاجة موجودة عندي في مطبخي، علشان العرايس اللي بتسأل تستفيد من كل حاجة انا مريت بيها، ما تقعيش في نفس الغلطات اللي انا غلطتها في مطبخي. مبدئيا انا كنت عامله لكم مقارنه بين سطح المكتب، سطح الرخام سوري اللي موجود عموما في السوق. ففي الابيض، وفي طبعا ناس كتير جدا نصحتني ان انا اعمل الرخام الابيض لان هو هيفتح الدنيا عندي وهيبقى لايق كمان مع السيراميك ومع لون المطبخ من فوق، وده طبعا كان هيبقى الارقى والاشيك، بس بالنسبه لي انا ما كانش هيبقى عملي. برضو الجلاكسي ناس كتير اشتكت منه وقالوا لي بيطرب بسرعه وفي عيوب بيتجرح، ولونه بيبهت في بعض الاماكن. يعني انا عندي مثلا الرخامه دي لونها بهت شويه عن الرخامه دي، معرفش هي بالنسبه لكم واضحه قوي في التصوير ولا لا. بس هنا السواد بتاع الرخامه اعلى، عشان انا هنا ما بشتغلش على الرخامه دي كتير، شغلي كله بيبقى موجود على الرخامه اللي فيها الحوض. بس بصراحه انا مش متضايقه منها خالص، بل العكس مريحاني في التنظيف، ما بتضايقنيش لان انا دايما ايديا فيها، يعني لا بل العكس انا حباها خالص. وكنت حاساها هي انسب اختيار ليا من حيث ان هي مش هتتبهدل مني بسهوله زي الرخام الابيض، وده اللي انا صادفته مع ناس كتير وشفت عيوب الرخام الابيض فيما بعد. وكمان مهما حاولتي تحافظي عليه، والرخام المصري طبعا او الجرانيت المصري طبعا احسن بكتير من الجلاكس الاسود. بس انا شكله بالنسبه لي كان هيبقى مزعج. انا كنت حاسه يعني انا السيراميك عندي هنا، بصوا السيراميك هنا فيه شغل كتير، فيه الوان وفيه تجزيعات كتير، فحسيت مع الشغل اللي موجود على المطبخ من تحت هنا هيبقى الموضوع شكله اوفر قوي. يعني حسيت الدنيا هتبقى دوشه، انا ما كنتش هرتاح ولا عينيا هترتاح لشكل المطبخ، فبالتالي انا ما حبيتش الفكره. بالنسبه لي كان الجلاكسي ما شاء الله مناسب ليا ومريحني نفسيا جدا. تمام، تعالوا نتفرج كده مع بعض، ناخد نظره كده على شكل المطبخ. اوكي، هنا الحوض. اوكي، انا عامله الحوض بتاعي مقاسه صغير مش مقاسه كبير، والله انا مش عارفه مقاس الحوض كان بالظبط، بس مقاسه بالنسبه لي مناسب. ما عملتش حوض كبير قوي يبلع الدنيا هنا ولا يصغر لي المساحه اللي انا هشتغل عليها هنا في الرخامه، فعملت وسط. اما بالنسبه للخلاط، الخلاط ده حلو جدا وانا بحبه، بس زي ما انتم شايفين كده جرح. يعني المفروض ده لونه اسود بقى لونه من هنا سيلفر وهنا بقى لونه جولد كده، جرح معرفش، مع اني والله مش بجحته بحاجه، مش بتعامل معاه بقلق بحاجه حاده عشان لونه يعمل كده. طبعا انا هبقى اشتغل عليه يعني ممكن بمانيكير او اي حاجه لونها اسود اداري العيوب اللي فيه، بس انا ما حبيتش ان انا العب فيه الا لما اوريكم هو بيشتغل ليه. بصوا هقول لكم، انا مثلا هنا هو من هنا مقفول، فانا كده فتحته، ممكن اقفله من هنا وافتحه من هنا، ده بيريح الحمل بتاع الخلاط ما يفصلش عندي من الجنب ده. اوكي، ممكن وهو مقفول من هنا انا كده قافلاه اشتغل الكشك كده بالشكل ده، فهو لطيف جدا. في منه الوان، في منه اللون الاسود وفي منه اللون السيلفر وتقريبا فيه الجولد، في كذا لون منه، بس هو بصراحه حلو جدا جدا ومريحني. انا مركبه هنا فيه الفلتر اللي هو الباناسونيك، بالنسبه لي موفر للطاقه، يعني مش هيحتاج كهرباء لان انا ما عنديش هنا كهرباء الا بعيد. تمام، وانا اصلا كنت مؤسسه الفلتر من تحت، ما كنتش مؤسسه فلتر من فوق، فانا بالنسبه لي ده مناسب، مش بيستهلك كهرباء وكويس جدا، وسمعت عنه ريفيوهات كتير كويسه، فانا بالنسبه لي مش مضايقني. في ميزه حلوه جدا الحوض، القطعه دي بتتفتح كده وفي هنا مصفى، يعني مصفى دي بيبقى فيها الرواسب والحاجات اللي تنزل من الحوض فيها، فبالنسبه لي مناسبه جدا وبتريحني. بعد يا دوب بشدها احطها في الباسكت انفضها وارجع اشطفها شطفه بسيطه واحطها في الحوض. عندي هنا الغاز بتاع الفرن غاز الفرن ده برضو كان بالنسبه لي مشكله، لان الغاز ده كان مفتوح عندي من هنا من فوق الميكرويف، والناس بتوع الغاز او شركه الغاز رفضوا ان هم يوصلوا الغاز ورا الميكرويف، قالوا انه ممكن ده لا قدر الله يسبب اشتعال، والمحبس بتاع الغاز مش هيبقى في الحر. يعني بمعنى اصح لو لا قدر الله حصلت اي مشكله في الغاز في الفرن عندي مش هقدر ان انا اقفلها من المحبس بتاع الغاز، فلازم يكون حر بالشكل ده عشان ان انا اقدر اقفله. طبعا ده بوظ لي المطبخ، يعني انا كنت هنا فتحت اصلا اوريدي فتحه من فوق في الوحده دي وفتحه تحت تنزل للفرن علشان اقدر ان انا اوصل الغاز بالفرن.
كمان رجعوا تاني طبعا بعد ما بتاع الغاز مرضاش خالص ان هو يوصل الغاز على الوضع ده، فاضطريت ان انا اركب الماسوره بتاعه الغاز بالشكل ده علشان اقدر ان انا اوصلها بالفرن. انا استغليت الماسوره دي، قلت ان انا اعلق عليها مثلا لو ملمع زجاج يعني اهي مثلا، ممكن اعلق عليها حاجه كده بالشكل ده، انا بستغلها يعني. اوكي، ممكن اعلق عليه هنا مجات، حاجات بصفيها، فبالنسبه لي كده كده الرخامه دي انا بستغلها باي شكل كان. فكرت ان انا اخليها لونها اسود زي لون الماسوره او زي لون الخرطوم سوري وزي لون الخلاط، واعملها زي ماسوره كده للمجات والحاجات اللي بتتصفى خاصه بالحوض. تمام. بالنسبه بقى للفرن ده، بجد من اكتر الحاجات اللي هتجلطني موضوع الفرن ده. انا جايبه الفرن بتاعي اريستون، وحقيقي انا ندمانه ندم رهيب ان انا جبت الفرن بتاعي اريستون. شركة اريستون طالبة مني او طالبة من الناس عموما طلبات تعجيزية لو انتي مش متاحة عندك. انا عاملة مطبخي انا متين، انا مش عاملة مطبخ خشب. هو عايز الوحدة اللي يكون فيها الفرن تكون يا اما خشب يا اما رخام، وكمان اعمل فتحات في الفرن من الجنبين 10 سنتي. طب انا عندي جنب حيطة والجنب التاني عندي فيه الحوض، مش هينفع. وانا اصلا كده كده اوريدي فاتحة في ظهر الفرن وفاتحة في قاعدة الفرن. طبعا انا لغاية دلوقتي الشركة مش عارفة اجيبها عشان تفعل الضمان بتاع الفرن، وكمان في مشكله ان الفرن بيفصل لوحده. افتح الفرن وشغله كذا مره، انا هوريكم دلوقتي. طبعا انا عامله هنا مفتاح فصل، عامله هنا مفتاح فصل كده للاجهزه عندي يعني. بصوا، عشان اقتصادا للكهرباء وعشان ما افضلش ان انا اشد في الاجهزه واشد الفيشه وافصلها، لا كده انا بريح نفسي ان الاجهزه كلها بتفصل وقت ما انا بحب افصلها. تمام. انا هنا كده الفرن اهو، بصوا والله بكيس، وانا حرفيا ما استخدمتهوش من ساعه ما ركب، بقاله شهرين والراكب عندي انا مش عارفه اشغله لغايه دلوقتي. والله الموضوع قهرني. اللي يلاقي حل للموضوع ده يقول لي، لان هو عايز نغير الوحده كامله، وانا طبعا مستحيل ان انا اعمل كده. هنا مثلا عندي الفرن، عندي الشوايه وعندي الفرن. انا هحاول اشغله لكم. بصوا الشوايه اهي شغاله، اول ما بشيل ايديا بتفصل. بصوا ما بلحقش اهو، مهما افضل حاطه ايديا فترات طويله عليها مستحيل تفضل شغاله الا لما افضل حاطه ايديا عليها. طب انا دلوقتي معلش يعني انا عشان اعمل اكله ولا اعمل حاجه هفضل انا ماسكه المفتاح بتاع الفرن؟ وكمان بسمع عنه ريفيوهات وحشه جدا، يعني ناس بتقول ان هو بيفصل لو انت بتعملي اكل، اللي تعملي كيكه او بتعملي اي حاجه من الحاجات دي. قالوا ان هو بيفصل، ممكن وهو شغال مع نفسه يفصل لو درجه الحراره تعدت الليميت اللي مسموح ليه، بيفصل دايركت مع نفسه. طبعا دي بالنسبه لي انا مشكله. طب انا لازم اكون مفعله الضمان عشان لو في مشكله في الفرن اقدر ان انا احلها. فاللي عنده نصيحه ليا في الموضوع ده يقول لي. انا ان الموضوع ده بصراحه قهرني، الفرن ما كانش رخيص، وانا اصريت على اريستون، كنت عايزه اجيبه بيكو بصراحه، وندمان ان انا ما جبتش بيكو. بس هو المشكله بيكو ان هو كان كله كهرباء، وانا طبعا ما كنتش عايزه حاجه كهرباء لان انا العداد بتاعي كارت، فمش هينفع ان انا الصراحه استهلك كهرباء خالص فرن. تمام. دي مشكله الفرن بتاع ارسطو. طبعا غساله بيكو انا صورتها لكم ووريت لكم كل حاجه فيها ممتازه بصراحه. انا بحب غساله الاطباق جدا، يعني انا من الناس اللي مش بتميل قوي غسيل المواعين والمطبخ، فهو بالنسبه لي موضوع الغساله ده مريحني جدا. يا دوبك انا بشطف وبحط الحاجه في الغساله تتغسل وبريح دماغي بقى من موضوع الغساله ده خالص، الغسيل يعني. اوكي. هنا الرخامه دي بالنسبه لي هي يعني اكتر حاجه بشتغل عليها، علشان المسار بتاعها هنا الوزره بتاعتها دي كده بتريحني لما باجي اعمل اي حاجه. انا يا دوبك ببقى فوطه بمسح جوه الحوض وبصفي زي ما قلت لكم بالمصفى دي وارمي في الباسكت. الرخام بتاع المطبخ اللي عملهولي، عمل لي رخام. بصوا ده القطر بتاع الرخام، بس زي ما انتم شايفين الوزره بتاعت الرخام من بره كبيره، يعني هو عامل الرخام ده من جوه، والوزره بتاعت المطبخ عاملها كلها بكنار عريض بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طبعا وهنا بيكون اعرض علشان هو بارز عن الحوض، بحيث ان مفيش ميه تسقط تحت. الحمد لله اللهم لك الحمد، انا من ساعه ما ركبت المطبخ عندي مفيش ميه نزلت لا جوه الوحده ولا بره، الدنيا تمام جدا الحمد لله. كمان اللي جه ركب لي الرخام عملنا مشكله مع بعض بسبب الخلاط ده. هو كان عايز الخلاط يبقى موجود هنا في الزاويه، انا ما كنتش حابه الفكره خالص. بالنسبه لي الخلاط لازم يكون في النص عشان يبقى سهل عليا غسيل المواعين، لو عايزه اغسل حاجه او حاجه يبقى الموضوع مريحني. فرفضت رفض تام. هو شايف ان المكان ده مكان ضعيف وان الخلاط نفسه كبير فممكن يتكسر، فاحنا عملنا دعامه للرخامه تحت من تحت يعني، بحيث ان هي تسند الرخامه
بحيث ان انا اقدر ان انا احط الخلاط ده في النص، وده كان بالنسبه لي احسن لان كمان دريت شكل الفلتر، مش حابه شكل الفلتر يبقى موجود هنا، يعني اللي داخل ما يبقاش في دوشه هنا، انا مش بحب كده. فالحاجات كلها اللي انا بستخدمها انا لماها كلها هنا في جنب. اوكي. كنت حاطه الاول الحاجات بتاعه المشروبات كنت حاطاها في الجنب ده، بس طبعا كان كل شويه الجنب ده يتبهدل، فاضطر ان انا اسحب الحاجه في الارض وارجع اكنسها، او اسحبها في طبق او حاجه عشان المها في فوطه يعني. فكان انسب حاجه ليا ان انا احطها هنا، ما حطيتهاش القطع الخشب دي جنب الحوض عشان الميه ما تبوظش الخشب اللي موجود تحت القطع. فهنا بالنسبه لي مش مضايقاني خالص، ومش متاثره باي حاجه خاصه بالبوتاجاز، لاني انا الاتنين عين دول ما بستخدمهمش كتير. حط هنا بقى طبعا المشروبات والحاجات الخاصه بالكتل. جبت بقى القطع الخشب دي مع دي اصلا بتاعه المعالق والشوك والحاجات دي، حطيت جواها الزرع ده بالشكل ده هنا. ودي المشروبات اللي جوزي بيشربها برضه، شكلها مش بيضايقني يعني عشان هي شكل الزرع اللي موجود فوق، فمش بتضايق منها. خليت برضو هنا الجزء التاني فيه اخشاب، يعني يعتبر الجنب ده كله اخشاب، وهو اصلا لايق مع ستايل المطبخ من تحت. احط هنا الدواره بتاعه التوابل. اوكي. خامتها على الرغم ان دي القديمه بس خامتها حلوه جدا. انا بروح عند عرايس القطع الازاز دي بتبقى ضعيفه، ومن اقل حاجه حرفيا بتتكسر، بتبقى خفيفه جدا، الازاز بتاعها بيبقى ضعيف. لكن القديم منها بصراحه خامته كويسه وفعلا ما بيتكسرش بسهوله. كمان القطعه دي انا جايباها للتوابل برضو، الحاجات الزياده بحط فيها الملح، في الملح وفلفل، حاجات من دي يعني بحطها فيها برضو. بالنسبه لي ايدي ورجلي يعني برضو ما بستغناش عنها. هنا حاطه ملح ودقيق وحاجات معينه كده. وهنا حاطه بتاعه المناديل، القطعه اللي هي القطعه الاستانلس اللي بتحط عليها المناديل. دي الحاجات الاساسيه اللي انا حطاها على رخامه. تعالوا بقى نتفرج مع بعض على المسطح. تمام. انا جايبه المسطح بتاعي نوع بيكو، مش قادره اقول لكم قد ايه هو ممتاز، ممتاز جدا جدا، خامته حلوه خالص، انا بصراحه بحبه. مريح جدا في التنظيف. انا مش بحتاج غير ان انا اجيب الجلانس وارش، وبورق مناديل من مناديل المطبخ اللي زي دي او فوطه. تمام. برش عليه واروح ملمعه، ما بيحتاجش ان انا ادعكه بسلك ولا حاجه، الموضوع مش معقد خالص، بالعكس الموضوع بسيط، احسن بكتير بالنسبه لي من البوتاجاز بتاعي القديم. حتى التنظيف بتاعه بصوا، يعني القطعه دي بتتشال كده، انا بقالي من ساعه ما ركبت البوتاجاز وانا بستخدمه. تمام. بتتشال كده زي ما انتم شايفين، سهل ان هي تنضف. تمام اهو، سهل تركيبها. الاشعال بتاعه اشعال ذاتي يعني اهو. مره من المرات انا نسيت حاجه على العين دي، ورحت يعني مشيت مشوار لحد يعني من الساعه 8 لحد الساعه 2 تقريبا، كنت عامله العين دي على اقل درجه اللي هي عامله زي دمعه العين. بصوا تكاد ان تكون مش شغاله، يعني شايفينها تكاد ان تكون فعلا مش شغاله. رجعت والله لقيت الحله زي ما هي، ما حصلهاش اي حاجه، والميه اللي جواها ما خلصتش وما اتحرقتش الحمد لله. ما اعرفش يعني، والله كان من رحمه ربنا عليا. وفعلا البوتاجاز ده كويس جدا، حلو للناس اللي بتهتم بالطبخ، وممكن في حاجات تحتاج ان انت توطي عليها قوي، حاجات تعلي عليها، فهو بصراحه بصوا ممتاز، عينه جميله، والبوتاجاز نفسه ما بيتوسخش بسهوله. تعالى اوريكم شكله من جوه. هو الحديد بتاعه من بره زهر، هو تنظيف الزهر ده شويه لحد ما بيضايق شويه، بس معايا مش مضايقني يعني. دي العين الكبيره بتاعته اهي بالشكل ده، ودي البيت بتاعها من جوه. بصوا دي هي تقريبا ايطالي اهي، هحاول اوريها لكم. فبصراحه البلت ان ده كويس جدا جدا ما شاء الله، بجد جميل، ربنا يبارك لي فيه، لان بصراحه فعلا مريحني. هو فيه عيب واحد بس اللي صادفني فيه، ضايقني شويه بس اتاقلمت يعني. بس نرجع دي اول مكان. هو الحلو فيه كمان ان هو 90 سنتي كبير، بياخد كذا حله. لو احط حلل كبيره، لو انت عندك حلل كبيره عايز تحطيها بيشيل معاكي الحله الكبيره، ما بيقولش لا. لان هنا بصوا لو خدتوا بالكم هتلاقوا العين مترحله شويه للاخر، وهنا العين في النص، وهنا برضو العين دي مترحله، فمديكي مجال انك تقدري تحطي حاجه على البوتاجاز بمساحه كبيره. ما انت بتحطي دي بالنسبه لك مساحه، وهنا بتبقى دي برضو مساحه مع مساحه المسطح نفسه. تمام. هوريكم هنا سخنه، بس ما بتوسخش بسهوله.
الحاجه الوحيده اللي ضايقتني منه بقى زي ما انتم شايفين كده القطعه دي، شايفين الحته دي اتلسعت ازاي، معرفش والله برضو يعني ايه اللي وصلها للسع كده، بس يعني مفيش حاجه فيه مضايقاني، هي دي الحاجه الوحيده بس اللي ضايقتني، اللسعه اللي موجوده فيه، لكن البوتاجاز نفسه ما شاء الله كويس. ما علينا. اوكي، وده كمان شكل البوتاجاز او المسطح بتاع بيكو، فبصراحه ممتاز. جبت هنا الشفاط بتاعي تورنيدو، تمام، لونه جراي نفس اللون الشباك نفسه بتاع المطبخ، وعملت بيه مفتاح فصل، المفتاح الفصل بتاعه جوه الوحده دي برضه هبقى اوريهولكم. تمام، كنت الاول فاتحه، طبعا جوزي يعني بما ان هو وصل الغاز قبل ما انا او اركب المطبخ، كان الموضوع ده بالنسبه لي مشكله كبيره، اوعي توصلي الغاز ولا تركبيه الا لما المطبخ بتاعك يركب، عشان ما تقدريش ان انت تخرمي في المطبخ وتبوظيه زي ما انا بوظت مطبخي كده. المهم احنا كنا هنا عاملين فتحه للغاز، لماسوره الغاز تنزل كده وتيجي كده، فانا قلت له لا، يعني بعد ما كنا خلاص اتفتحت اصلا في المطبخ، قلت له لا، انا عايزه الماسوره نفسها تبقى هنا، لاني حسيت هنا خطر برضو، يعني هتبقى فوق النار وهتبقى مش امان، فقلت له لا خليها جوه الوحده دي. ففتح لي طبعا فتحه هنا جوه الوحده، وطبعا فتح تحت بالشكل ده علشان الغاز يوصل، فتح في الوحده دي تاني وفتح لهنا علشان يوصل الغاز للمسطح من تحت. تمام، لان المسطح ده الفتحه بتاعه الغاز بتاعته او اتجاه الغاز بتاعه يمين مش شمال، طبعا لو كان شمال كان هيبقى بالنسبه لي اسهل، لان كان هينزل ماسوره الغاز تنزل هنا على طول، لكن هي جت هنا يمين ولحد ما متداريه جوه الوحده، فالشكل العام مش مضايقني. المفروض ان انا هنا اركب بشفاط اللي هو بمدخنه، طبعا ده عملي اكتر من المسطح العادي، بس فيما بعد مش دلوقتي، يعني انا واخداها واحده واحده، عشان انا اصلا ما كنتش عامله حسابي ان انا هغير المطبخ خالص، ومش ندمانه بصراحه. كنت الاول بقول لا حرام ليه اغير مطبخي، انا مطبخي التاني كان كويس ومش مضايقني، لكن لما غيرت المطبخ لا فعلا طبعا فرقت معايا 120 درجه، خامه المطبخ حلوه جدا ما شاء الله، بجد انا مبسوطه ان انا عملت مطبخي عند كيتشن برافو، ناس محترمين جدا، اولا في التعامل كويسين جدا، مواعيدهم مظبوطه، كمان شغلهم حلو جدا، وفعلا بنصحك بامانه، يعني الحاجه اللي مش كويسه يقولك دي مش كويسه، الحاجه الكويسه يقولك لا دي كويسه وانا انصحك بيها. تمام، فانا هصور لكم انا عملت المطبخ بتاعي من فوق اكليريك، وانا بصراحه ما كنتش عارفه ان هو اكليريك، هو لما اداني الالوان انا كنت عامله حسابي ان انا هعمله بولي لاك، تمام، او لامي جلوس، حاجه من الحاجات دي، بس طبعا كان سعرها عالي وحسيت ان مفيش فرق كبير، فلما اخترت الكارتيلا بتاعت الالوان اخترت اللون ده، انا معرفش ان هو اكليريك، فبالنسبه لي انا مش مضايقني خالص برضو، انا بحاول ان انا اهتم ان انا بلمعه بالجلانس كده وبفوطه خفيفه، ما بدعكوش لان هو مش محتاج دعك الصراحه، هو تنظيفه سهل. كمان تحت الخامه اللي تحت دي كمان بالنسبه لي احسن بمراحل، يعني انا عاملاها من تحت كليدنج، الوحده نفسها خامه الوحده جميله 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 فوق ما انتم متخيلين، خفيفه، يعني هي مش خفيفه مش هايفه، لا مش محمله زي الخشب، يعني الخشب طبعا في فرق كبير بين خامه الخشب وفي فرق كبير بين الخامه دي. الخامه دي بالنسبه لي ما شاء الله جميله، ما بتتجرحش ما بتتكسرش، ما بحسس عليها زي اللي فوق، اللي فوق انا بتعامل معاه برضو بحرص شويه، لكن تحت مش بيضايقني، ومش حتى يعني لو اتبهدل ما بيبانش فيه البهدله زي اللي فوق، لان اللي فوق طبعا فاتح، فاقل حاجه على اللي فوق بتبقى واضحه، لكن اللي تحت ده بالنسبه لي عملي. انا عامله من فوق الظرف نفسها اللي من بره كليرك، ومن جوه الموتيل عادي. تمام، تعالوا نفتح اول ظرفه مع بعض كده ونتفرج عليها. حطيت هنا الطقم الصيني بتاعي، انا لغيت زي ما قلت لكم النيش بتاعي خالص، فحاطه هنا الطقم الصيني، قولوا لي كده ايه رايكم. تمام، في فكره ان انا الغي النيش طبعا انا حاطه هنا نص طقم صيني، لان انا مش عندي طقم صيني كامل، انا كنت شايفه بالنسبه لي ان هو ملوش لازمه، وانا عندي كذا نوع طقم اطباق، فبالنسبه لي كده حلو جدا يعني. هنا حاطه، هو مقسم لي هنا الضرفه 3، تمام، ما بقدرش ان انا احط فيها حاجه طويله، فبالتالي الكاسات الطويله قوي اضطريت ان انا اميلها بالشكل ده علشان اعرف احطها. تمام، الحاجات دي كانت موجوده عندي في النيش يا جماعه. اوكي، هنتفرج مع بعض كده. اول رف تحت حطيت طقم كاسات كريستال، وحطيت معاه طقم كاسات فيه شغل سيلفر كده، ودخلت معاه الكاسات اللي هي الفرعونيه دي، مش عارفه ده اللي فيه كسر تمام،
كنت جايباها من الازهر، قولوا لي ايه رايكم فيها كده، شكلها انا بحبها قوي الكاسات دي. تمام. انا معظم الحاجات اللي كان عندي كان لونها نبيتي او احمر، لاني انا الصالون بتاعي كان داخل فيه اللون النبيتي. حطيت هنا طقم العشاء، سوري طقم الاطباق بتاع الجاتوه، هو كان على شكل ورده زي ما انتم شايفين كده، ودخلت معاه طقم كاسات لونه احمر. وفوق هنا حطيت الطقم الاسود ده، طبعا كان يعني موجود عند مصر كلها كانت جايبه الطقم ده، كان في منه الاسود والازرق، انا كنت جايبه الاسود. ودخلت معاه طقم الكاسات اللي داخل فيه اطار ذهبي. تمام. مش حاطه مفارش يا جماعه، انا مش حاطه مفارش. ها بصوا خامه المطبخ والله العظيم بجد خامته تحفه. انا شفت مطابخ كتير، ولما الحاجه اللي خلتني استقريت اصلا على ان انا اعمل عند كيتشن بروفو ان شفت عروسه من العرايس كانت عامله مطبخ عنده وهي باباها ما شاء الله مقاول. فانتوا متخيلين واحد زي ده اكيد مش هيختار لبنته ان هي تعمل حاجه عند مكان وحش او عند حد وحش، اكيد هو عنده خبره وهو ما شاء الله معروف يعني في السوق. فلما شفت خامه المطبخ اتاكدت فعلا ان الخامه كويسه، قلت لا هو ده المكان اللي انا هعمل عنده مطبخي. هنا حطيت طقم الشربات ده، وحطيت معاه طقم الشاي اللي لونه احمر في ابيض، طبعا لون احمر كان طاغي عن الموضوع يا جماعه. تمام. وحطيت معاه طقم الكاسات ده. اوكي. نصيحة بقى للعرايس، انا الظروف اللي انا قلتها لكم دلوقتي كلها انا ما بستخدمش منها حاجة، لا طقم صيني ولا طقم شاي ولا طقم جاتوه ولا كاسات ولا اي حاجة من الحاجات دي ولا طقم شربات، كل الحاجات دي ما بتستخدمش حرفيا، الظروف دي انا ما بفتحهاش خالص. نصيحتي لاي عروسه ما تبالغيش في الحاجات دي قوي، يعني جيبي الحاجات اللي انت ممكن تحتاجيها، وخير الامور الوسط في الاعداد احسن بكتير من المبالغه ملهاش اي لازمه، وفي الاخر والله استخدامك فيها هيبقى قليل وقت بس لما يكون عندك ضيوف. الضرفه دي حطيت فيها الاجهزه بتاعتي، بما ان هي ضرفه بزاويه هتلم كل الاجهزه. زي ما انتم عارفين انا مطبخي وقع واتكسر معظم حاجتي، فهتلاقوني تلات ارباع الحاجه اللي محطوطه حاجات النيش، لان معظم حاجتي اصلا اتدمرت. كان من ضمن الحاجات اللي اتكسرت طبعا الخلاط، لو خدتوا بالكم هتلاقي لون القطعه دي غير دي، يعني دي كانت خلاص كلها فعليا اتكسرت ما كانتش نافعه، لكن دي لحد ما بعرف استخدمها يعني. تمام. كل حاجه كده هتلاقوا فيها ايه كسره شرخه كده يعني. تمام. هنا حطيت الهاند بلندر كله مع بعض، هنا كنت جايباه نوع كنود، هو ممتاز بصراحه، بس الكبه نفسها ما بقتش بتشتغل بكفاءه زي الاول. تمام. كان عندي برضو الكبه كنود دي كويسه. مطحنه دي زباله، سوري في المصطلح وحشه جدا. هي بتحتاج انك تعملي الحاجه جوه الوحده نفسها، فطبعا لما باجي احتاج ان انا اغسلها او انضفها الموتور بتاعها اتحرق طبعا بسبب ان انا بغسلها، او ان انا هي مش عارفه هنضفها ازاي، يعني هنضفها بمناديل مبلله مثلا او هنضفها بمناديل عاديه. انا محتاجه ان انا اغسل الحاجه اللي انا بستخدمها، لاني مطحنه ممكن اطحن فيها فلفل، ممكن اطحن فيها سكر، فبحتاج ان انا اغسلها، فتقريبا شبه باظت يعني. هو جوزي بيعرف يصلحها، بس انا بالنسبه لي تعبت منها. انا بفكر ان انا اجيب خلاط عادي من الخلاطات العاديه اللي هي 3 قطع دي، او قطعتين هي بيكون فيها خلاط عادي ومطحنه، عشان المطحنه بس مش اكتر. تمام. هنا القطاعه بتاعه البطاطس دي ايام ما كنا بنعمل بطاطس كانت حلوه جدا لطيفه يعني، كنت بحبها. وهنا الحافظه بتاعه الطعام والميزان، وهنا حله الرز من ساعه ما جبتها ما استخدمتهاش الا مره واحده، وفوق مضرب البيت، وحتى هنا بقى الترمس. اوكي. دي الاجهزه اللي عندي كلها. اكتر حاجه بحبها بصراحه هي الهاند بلندر، يعني بصراحه كانت بتريحني عن فكره الخلاط، وحجم الخلاط كبير فكان بيضايقني. هنا حطيت كوبايه الاستخدام، والبولات دي انا بحب استخدمها فحطها هنا قريبه لايديا. ودي الرصه بتاعت اول ضرفه. هنا حطيت طقم الخشاف ده، وحطيت معاه طقم كاسات ساده، وزي ما انتم شايفين الماسوره بتاعت الغاز جوه. وهنا حطيت طقم بقيه الطقم ده موجود عندي، الطقم ده ما كانش ينفع خالص ان هو يخش الميكرويف، غير ان لونه بيطلع، يعني عايزه اقول لكم ان كل ده كان لونه نبيتي في ذهبي. طبعا لما دخلت جوه غسالة الاطباق اللون كله نزل، فده بالنسبه لي احسن، لان انا ما كنتش بقدر ان انا استخدمه لان لونه بيطلع في الاكل، فانا بالنسبه لي بقلق من اي حاجه تبقى فيها ضرر ما بستخدم، لو حاجه فيها ضرر ما بستخدمهاش، يعني بقول لا ناقص للناقص. هنا حطيت الاطباق اللي انا بستخدمها، هي دي الاطباق اللي انا بستخدمها مع اختلاف اشكالها، مش هتفرق معايا كتير. ده كان طقم العشاء اصلا انا بستخدمه، طبعا من ضمن الحاجات اللي اتكسرت 3/4 اتكسر ما بقاش منه.
غير ال6 المسطحين وال4 الكبار. وهنا الاطباق دي انا بخليها للفاكهه، وزي ما انتم شايفين تشكيله اطباق. تمام. هنا حاطه الكوبايات اللي انا بستخدمها، طبعا الكوبايات اللي هي البلاستيك دي انا مخلياها للديسبنسر. وحاطه هنا مجات. اوكي. الضرفه دي حاطه فيها الحاجات اللي ما بستخدمهاش، وهي منها الفناجيل بتاعه الاطقم. نصيحه مني للعرايس، هاتي طقم عشاء، بلاش الاطقم اللي بيبقى يكون فيها فناجيل وبراد، الحاجات دي حرفيا ما بتستخدمش خالص. هاتي طقم يكون اطباق فقط لا غير. كمان الفناجيل والحاجات دي بتزود اصلا من ثمن الطقم، فده عبء عليكي اكتر. تمام. وتعالوا بقى نتفرج على المطبخ من تحت. حاطه هنا المنظفات كلها. اوكي. حاطه المنظفات كلها هنا، ودي القطعه اللي انا المفروض كنت بصفي عليها على الحوض زمان، دلوقتي ما بقتش بستخدمها الصراحه. المطبقيه عندي ما شاء الله كبيره وبتريحني، والاطباق محطوطه فيها مرتاحه وعرضها كبير، فمش بتضايقني في اي حاجه، مش بحتاج ان انا احط حاجه تانية اصفي عليها. ودي زي مصفى برضو او حاجه بتغسل فيها الخضار في الحوض، فانا مخليها تحت الحوض. هنا الاسترتش والفويل والحاجات دي انا مش بحتاجها اصلا كتير. تمام. فهو ده الدنيا عندي هنا، هي دي الحاجات اللي انا بحتاجها. هنا البخور، وهنا الليف، وحاطه هنا طاسه كده انا بحطها على النار، بحط فيها البخور اللي هو السايب بتاع النوبيين ده، جميل. اي حاجه منهم اصلا بتبقى جميله. هنا قافله الصرف، يعني هو الصرف اصلا موجود كده، انا حاطه هنا قماشه كده تحت علشان تقفل الصرف ومفيش حاجه تدخلي، بما اني انا اصلا ساكنه في الدور الارضي. بصوا بقى الوحده نفسها من تحت عامله ازاي، مفيش ميه تنزل، مفيش اي حاجه بتضايقني. الخامه نفسها متينه جدا، متينه ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يبارك للي عامل المطبخ بجد. بصوا كمان الكنار ده اللي هو المحطوط ده عشان التراب والحاجه ما تخشش جوه الوحده. تمام. ادي شكل الوحده. هنا البامب بتاع البصل والثوم. اوكي. وهنا عامله الظرف دي للخزين. طبعا هنا بخارم يعني، قلت له انا عايزه دي تبقى كبيره عشان احط فيها ازايز الزيت بتاعه زيت الزيتون او الخل والحاجات دي، فطبعا بالنسبه لي هنا ده خزين. هنا حاطه رفايه، القطعه دي بحبها قوي، طبعا ما قدرتش ان انا الاقي الاتنين نفس اللون. هنا حاطه السكاكين، هي بيبقى بصوا زي قطع كده فيها فتحات، بتحط فيها السكاكين بالشكل ده، وممكن تحطي سكاكين تانية. هي بتشيل دورين، تشيل سكاكين تحت وسكاكين فوق، حلوه ان هي بتنظم السكاكين، ما تبقاش الدنيا وهرجله في الدرج. كمان هنا حاطه المعالق والشوك اللي انا بستخدمها، الشوك الصغيره والمعالق الصغيره، وكل الحاجات اللي احنا بنحتاجها. وهنا الحاجات اللي انا بحتاجها اكتر اللي هي السيليكون في التقليب او الخشب، حطاها فوق. طقم التوزيع طبعا كان من ضمن الحاجات، وحتى الستاند بتاع السكاكين كان من ضمن الحاجات اللي اتكسرت على الرخامه لما المطبخ نزل. ف حاطه طبعا الحاجه في الادراج، وانا مش حابه اصلا هي تكون عند الرخامه لا سكاكين ولا طقم توزيع. تمام. دي الرفايه اللي موجوده عندي عموما. تمام. اما هنا بقى حطيت الرفايه اللي مش بستخدمها كتير، يعني دي ممكن تتحط على البوتاجاز كده، تحط عليها المعلقه عشان ما تبهدلش الرخامه. دي شنطه المعالق بتاعتي كلها، انا طبعا ما بستخدمش حاجه منها، فبالتالي حطاها هنا عشان ما تتبهدلش، لان انا ما عنديش نيش مثلا ولا حاجه احطها فيها. ده كان شكلها بجد هي غصب يا رب، انا اصلا كنت رافضه مبدا شنطه المعالق، بس ماما هي اللي جابتها لي، لكن انا كنت رافضاها. انا شايفه ان هي ملهاش اي لازمه، وبدليل ان انا حطاها تحت هنا. يعني انا عن نفسي انا مش من الفئه اللي هتستخدم شنط المعالق. شنط المعالق بتبقى عايزه حد هيقدم بقى بسيرفيس كده على السفره وباتيكيت معين، انا ماليش في الجو ده. انا كده كده طقم المعالق والشوك اللي انا وريته لكم فوق ده معاه شوك، بس انا ما بستخدمهاش اصلا يعني. تمام. هنا حاطه الحاجات اللي هي بتاعه المعجنات وبتاع، وهنا دي القطعه بتاعه الطماطم، ممكن احط فيها طماطم واقطعها كده زي طرنشات، في حاجات ما بستخدمهاش كتير اصلا. اوكي. فده اخر درج. هتلاقي حاجات كتير ما بستخدمهاش حرفيا. هنا بقى حاطه طقم الحلل بتاعي او اطقم الحلل. هنا الطقم سيراميك، وهنا الستانلس، يعني لان تقريبا هم دول اللي بستخدمهم. تحت هنا حاله الضغط، دي حرفيا انا ما بقدرش ان انا استغنى عنها بتاتا. هي بصي يعني بعمل فيها كل حاجه، الفراخ واللحمه، بعمل حتى الفراخ، يعني الفراخ ممكن محتاجش وقت طويل للسوا، بس بحسها صحيه زياده، فانا بعمل فيها كل اللي انا عايزاه. اوريكم شكلها. بسم الله. هي تقيله طبعا،
هي كبيره، بصوا هي كام لتر، 9 لتر. اوكي، هي بتتفتح كده، بتتقفل كده. هنا ليها لو هتسوي مثلا لحمه، هنا لو هطلع البخار كله منها، بس طبعا ما بطلعش البخار هنا وعايزاها نص يعني تبقى استوى، في جزء من البخار بيطلع. وهنا لو عايزاها بقى ما تطلعش بخار خالص، فانا بالنسبه لي انا دايما بستخدمها ان هي ما تطلعش بخار، لاني بتبهدل لي الحيطه بتاعه المطبخ، بتطلع بخار بقوه، واحيانا لو في دهون او حاجه جواها لو بعمل لحمه بتنطر الدهون دي على السيراميك، فانا بتضايق من كده، ما بحبش كده خالص. تمام. بصوا بقى ما شاء الله المطبخ الرف بتاعه محمل، يعني شايل المطبخ وشايل الحاجات اللي على المطبخ ومش قايله. انا بشوف عرايس حرفيا المطبخ الرف بيبقى زي الكرش، شايفين عارفين الكرش، بيبقى كرش كده نازل بالرف، يعني من الحمل ما بيبقاش متحمل. كنت انا برضو من ضمن الحاجات اللي ما اسستلهاش في المطبخ الكهرباء بتاعه البلت ان. انا كنت فاكره ان سهل ان انا اعمل بالكهرباء بتاعه البلت ان فوق، فانا مديت له سلك كده قبل ما هو يركب الرخامه، مديت للمطبخ سلك وحطيت السلك هنا ووصلته بالكهرباء بتاعه الفلتر المطبخ، الكهرباء اللي كانت موجوده تحت الحوض. تمام. طبعا استخدامي الاساسي في الاستانلس، يعني انا في المطبخ ما بستخدمش تقريبا الا الاستانلس، عشان ده اللي بالنسبه لي صحي، او البايركس. تمام. هنا انا حاطه الاطباق دي، انا بستخدمها في الغرف احيانا، دي بتاعه الميزان، بس انا بستخدمها برضو في الاكل عادي. هنا العلب البايركس دي بتاعه التلاجة، انا بحبها قوي. وهنا القوالب البايركس. وهنا في بولات، كنت زمان بقى لما بعمل رز بلبن وحاجات الحلويات دي كتير كنت بحتاج من دول كتير، فكنت جايبه منهم كميه، حاليا ما بستخدمهمش اصلا. تمام. وهنا بقيه الاطباق اللي موجوده عندي، والطواجن، الطواجن دي كانت بتيجي مع الاكل، فكنت بغسلها وبستخدمها برضو عادي. وهنا الطقم اللي انا وريتهولكوا فوق، اللي انا قلت لكم الطقم الاحمر في ذهبي اللي لونه بيطلع، في حاجات منها لونها طلع وفي حاجات لا. وهنا حاطه بقيه الطقم الاخضر اللي انا حاطه جزء منه في المطبقيه، ما بستخدموش كتير اصلا، مش بحب الوانه والله. انا ما عارفه حرفيا كان عقلي فين وانا بشتري الحاجات دي. بس خلاص الحمد لله على اللي ربنا جت علينا بيه. تمام. هنا حاطه اول برجر بلاستيكات، حاطه علب التلاجة بما ان التلاجة قريبه ليها، فانا حاطه هنا كل علب التلاجة بالقطيان بتاعتها، بالعلب بتاعه التلج، بالقطعه دي بتاعه الايس كريم، بس في واحده منها ضاعت. تمام. كل الحاجات الخاصه بالبلاستيك حطها، حتى الصواني اهي. تمام. وهنا ودي اطباق كده بتاعه الجاتوه، اللي هي ممكن لو عندك اطفال او عندك عيد ميلاد او حاجه. هنا حاطه بقى صواني الفرن والقوالب والكنك واللبانه، كل الحاجات اللي انا يعني لحد ما بستخدمهاش. طبعا انا اصلا ما بستخدمش ألمونيا، وكمان الفرن عندي مش شغال، في الحاجات دي ما بستخدمهاش خالص. بس في حاجات انا محتاجه ابقى اجيبها مع بعض، بس مش دلوقتي. كده يعتبر انا فرجتكم على كل حاجه موجوده عندي في المطبخ، ما اعتقدش ان انا في حاجه نسيت ان انا اتكلم عليها. كل اللي اقدر اقوله لكم ان انا بفضل المطبخ يكون من جوه، ما يكونش خشب، ما يكونش الرف بتاع المطبخ عندك هنا كونتر او اي نوع من انواع الاخشاب. بصراحه انا ما برجحش كده خالص، عشان الميه وعشان استخدام المطبخ فيما بعد. القطعه دي كمان بشوفها عند ناس بتبقى مريحه، يعني ما اقدرش ان انا احط العروسه هنا طقم حلل كامل او حاجه محمله، تلاقي الرف بيقع. لكن ده بصوا، انا لو طلعت واتنططت عليه مش هينزل. ده تشبيه طبعا، يعني انا فيما معناه ان فعلا الخامه ما شاء الله حلوه. بصوا الخامه مش الالموتيل العادي، او حتى مش الرف اللي هو الناعم، لا ده مش ناعم، تحسوه لحد ما سنه محبب، وخامته فعلا متينه وتتحمل. تمام. فانا انصح اي عروسه بلاش تعملي مطبخك خشب، ممكن تعملي الدرف من بره خشب، لكن الاحسن ليكي ان يكون المطبخ من جوه الموتيل. ما حبيتش فكره ان يكون المقبض بتاعي هنا، لان سنه هنا بيبقى حامي جدا. قليل جدا من العرايس اللي لقيت هنا بيعملوا زي سكوتش كده او جلده تخلي المطبخ من هنا ما يعوركيش. لكن انا بصراحه بالنسبه لي المقبض ده مريحني ولطيف ومش مضايقني في اي حاجه يعني. تمام. اوريدي كده ايه رايكم في المطبخ؟ انا فرجتكم على كل حاجه موجوده في المطبخ، واتكلمنا على كل عيوب ومميزات
اي حاجه موجوده عندي دوري بقى، ربنا ييسر الحال واقدر ان انا اشغل الباشا الفرن اللي بقاله كتير قوي مش عارفه اشغله، لدرجه ان انا حرفيا اتخنقت وفكرت ان انا ابيعه واجيب اي نوع تاني. لو تقدروا تنصحوني باي حاجه خاصه بالفرن ده يا ريت، لان انا محتاجه منكم النصيحه دي. لسه ما جبتش السجاده، لسه ما جبتش الشفاط، الحاجات دي لسه ان شاء الله ربنا ييسر الحال هبقى باذن الله اشتريها. ولما اظبط بقى الحاجات اللي على الرخام واشتري طبعا حاجات احسن، لان انا في الوقت الحالي انا يعني ضغطت نفسي في جمعيات وضغطت في نفسي في حاجات كتير جدا عشان اقدر ان انا اخلص الشقة، وكمان حتى ان انا اقدر ان انا انقل. كان الموضوع شوية صعب بس الحمد لله ربنا ييسرها وقدرت ان انا انقل. حبيت ان انا اوريكم الصورة كاملة في المطبخ. قولوا لي كده لو في حاجة تقدروا تفيدوني بيها. انا طبيعي مش هقدر اغير حاجة، يعني خلاص اللي اتعمل اتعمل، بس لو في حاجة اقدر اضيفها او حاجة تبقى في صالح الدنيا عندي في المطبخ يعني انصحوني بيها. اتمنى يكون محتوى الفيديو النهارده عجبكم وتكونوا استفدتوا منه لو حتى بمعلومه واحده. ان شاء الله هسيب لكم رقم وصفحه كيتشن برافو اللي عمل لي المطبخ، استاذ احمد، حد محترم جدا وناس محترمين، وبجد اشكرهم على كل حاجه حلوه هم عملوها معايا، وان هم ما بخلوش عليا باي حاجه، اذا كان بنصيحه، اذا كان بجوده كويسه، اذا كان يعني حتى بتعامل. ربنا يا رب يرزقهم بالخير. التصميم بتاع المطبخ هو اللي كان عاملهولي، وانا بصراحه ما اعترضتش معاه في اي حاجه. التصميم بالنسبه لي كويس وما ضايقنيش، وربنا يا رب يبارك لي في حاجتي. ادعوا كده ربنا يبارك لي في اي حاجه عندي، وادعوا لي ان ربنا يشفي لي عن جوزي يا رب قادر يا كريم. ان شاء الله باذن الله هصور لكم الفتره اللي جايه الحاجات اللي موجوده بقى عندي، بقيه الريسبشن والاوض ان شاء الله باذن الله. لما اجيب الركنه ربنا ييسر الحال عشان النقطه دي لسه ما جبتهاش، لما اجيبها باذن الله هبقى اصور لكم الركنه وهصور لكم كل حاجه بقى بالتفصيل ان شاء الله المره دي، يعني ان شاء الله باذن الله. اتمنى يكون محتوى الفيديو النهارده عجبكم. لو عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه. لو اول مره تنوروني في قناتي، كان معاكم ايتن عبدو، صاحبه قناه فرش عرايس للسويس. السلام عليكم.